بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تورتايه رقيقه كده وشيك وجميله في نفسها كده. يا رب تعجبكم. شايفين ما شاء الله جميله جدا ورقيقه. هنعملها كده بالورده كده وبالكريمه بطريقه سهله جدا وبسيطه. ان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. وهنعمل التورته دي ب2 بيضه بس. يا رب الطريقه تعجبكم. ندخل بقى على المقادير. معانا بيضتين كده ونحطهم في العجان وربع كوباية سكر ومعلقة صغيرة محسن ومعلقة فانيليا، وهنقلبهم كده كويس. وبعدين ندخل عليهم كوباية وربع دقيق أو كوباية دقيق ومعلقتين نشا المتاح عندك، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر بالشكل ده كده. وندخلهم كويس في العجان بالشكل ده كده. نحط بقى عليهم كده نص كوبايه ميه واقلبهم بس تقليبه كده بسيطه، واضربهم في العجان لما يوصلوا للقوام ده. معانا حله بقى، مقاس حله او صينيه. مقاس الخليط ده ينفع من حله مقاس 18 ل 20. انا عملت في الطقم ده، في الحله دي مقاس 20. بس هو ينفع في مقاس 18 وينفع في مقاس 20. تمام. هنحط كده ورقه زبده في القاع بتاع الحله، وبعدين انا ما دهنتش الجوانب حاجه خالص. وبعدين نحط الخليط فيه ونفرده كويس قوي. لو الخليط ده في حلة مقاس 18 هيطلع معاكي 4 طبقات على رقم 9، المنشار رقم 9. ولو مقاس 20 هيطلع معاكي 3 طبقات بس. تمام. فزي ما تحبي بقى. دخلتها بقى الفرن وطلعتها بالشكل ده كده. هقلبها بقى كده بعد ما بردت. لازم اطلعها اغطيها في فوطه لما تبرد تماما عشان تبقى طريه كده وحلوه. شايفين ما شاء الله حجمها حلو جدا. إيه بالمناسبه، على فكره الصينيه ديت مقاس 18. انا كنت نسيت، هي مقاس 18. انا كنت مطلعها على اساس ان هي 20. لقيت الطقم ده ضيق من تحت وطالع بوسع. يعني انا قست الحله من فوق لقيتها مقاس 20، وقست القاع من تحت لقيته 18. فعشان كده انا بقول لكم بقى خلي بالكم، لان انا عاملاها على اساس ان هي 20. بس بعد ما خلصت بقيس اول طبقه اللي تحت دي لقيتها مقاس 18، والطبقه اللي فوق دي لقيتها مقاس 20. فالحله مش طالعه بزاويه، مش متساويه يعني. طلعتها بقى بالشكل ده كده. قطعتها بقى بالمنشار. طلعت معايا 4 طبقات لان الحله دي تعتبر مقاس 18. بس انا كنت فاكراها 20، بس حصل خير. طلعت معايا 4 طبقات زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وبيضتين بس. ما شاء الله. وكيك اسفنجة جدا وطري وجميل ما شاء الله. جربوا الطريقة. شايفين ما شاء الله. من بيضتين بس طلع معايا 4 طبقات حلوين جدا. يا رب الطريقة تعجبكم. واللي جربها بقى يقولي في الكومنتات، وهكتب لكم برضو ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف عشان لو نسيت حاجة. انا عملت نفس المقدار بالظبط، بس في حلة مقاس 20 بنفس الطريقة بالظبط اللي انا عملتها. بس هعمل بقى هنا التورته مطلوبة طبقة وطبقة. فانا خدت من طبقة الاسبونج الشوكولاتة طبقتين، وهاخد من طبقة الكيك اللي انا عملتها ده طبقة واحدة بس. وهحتاجه برضو ان شاء الله في الفيديو الجاي، لان انا عملت يعني تورتتين وبدلت بينهم. تمام. هحط بقى طبقة كده من الاسبونج في النص، وهحط طبقة كريمة كده كويسة. هنعمل لها بس كوباية كريم شانتيه واحدة على كوباية مية فيها تلج أو كوباية وربع على حسب نوع الكريمة، ومعلقتين سكر ومعلقة كريمة بس، ونضربهم كويس قوي. وبعدين بقى نسقي الكيك سيراب خفيف أو مية بسكر. يعني تدوبي كده نص كوباية سكر مع معلقة، نص كوباية مية مع معلقتين سكر، وتسقي بهم الكيك لو مفيش عندك سيراب خفيف. والحشو بقى زي ما تحبي. ممكن تحطي جيلو فراولة زي ما انا حطيت، وممكن ما احطش حاجة خالص. اللي يريحك اعمليه بالشكل ده كده. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو اللي جاي بتاعه الكيك الاسبونج اللي هو الشوكولاته ده. انا كنت هنزلهم الاتنين في فيديو واحد، وكنت عامله حساب على كده هنزل الكيكتين في فيديو واحد. بس لقيت الفيديو هيوصل هيزيد قوي عن 10 دقايق كمان. فانا ما بحبش اطول الفيديو قوي كده، هو 8 دقايق حلو. فان شاء الله هنزلها لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. خلصت بقى ال3 طبقات بالشكل ده كده. هو طريقة الكيك نفس طريقة اللي انا عملتها الاولانية ديت، اللي هي نفس طريقة الكيك بالظبط. بس هنشيل معلقة دقيق من الكاكاو، هنشيل معلقة دقيق من الدقيق اللي احنا حطيناه، ونحط مكانها معلقة كاكاو للسبونج اللي هو الشوكولاتة. يعني مفيش فرق خالص خالص بينهم، غير انك هتشيلي معلقة دقيق وتحطي معلقة كاكاو خام، وتكملي بقى نفس الطريقة بالظبط.
انا هنا بقى دخلت التلاجة وطلعتها، دخلتها شويه التلاجة وطلعتها، حطيت عليها جناش بس للاسف المقطع ده اتحذف. حطيت عليها جناش وبعمل بقى الورده معاكم بالشكل ده كده. خدت كده معلقتين كريم شانتيه، حطيت عليهم نقطه لون موف او نقطتين على حسب الدرجه اللي انت عاوزاها. والاحسن بقى انك تعملي على قلم. انا عملت على قلم فاضي يعني ما فيش فيه انبوبه ولا حاجه، غسلته وعملت عليه. او ممكن تعملي على خله شيش طاووق، او ممكن تعملي على الكوبايه، تقلبي الكوبايه كده وتعملي عليها. انا عملت على ظهر الكوبايه قبل كده كتير. ان شاء الله تلاقوا في فيديوهات انا عاملاها على ظهر الكوبايه قبل كده. يعني تقلبي الكوبايه كده وتعمليها عليها من تحت. تمام. دي انا ورده بس مش ايده مش باين قوي في الورد في الفيديو. بالشكل ده كده. وبالمقص بقى تقومي شايلها بالراحه خالص ونقلها على التورته بالشكل ده كده. طريقتها سهله جدا وبسيطه. عملت كده 3 وردات وبنفس القمع اللي عملت، بنفس القمع هنلف داير التورته كله بالشكل ده كده، نعمل زي زجزاج كده بالكريمه، هيطلع معانا الشكل اللي انت شفته ده. تغيير يعني على ما تعملي ايه بالقمع العادي. يعني قلت نغير كده في الشكل شويه. وبعدين هنقسم برضو الكيك من النص بالشكل ده كده بنفس الكريمه، وهنلف برضو داير التورته كله من تحت زي بالطريقه اللي انا عملت بها كده. تمام. يا رب الطريقه تكون عجبتكم. شايفين ما شاء الله جميله جدا. وهنا بقى ده القمع اللي هيعمل لي ورقه الشجر، البلبله اللي هتعمل ورقه الشجر اللي انا وريتها لكم ديت. هحط برضو كريمه بيضه كده في كيس علواني وهعمل برضو بالشكل ده كده الشكل يعني على شكل ورقه الشجر، بس هعملها باللون الابيض. شكلها جميل جدا. هنملي الفراغات اللي حوالين التورته كلها، اللي حوالين الورد كله، كل الفراغات هنحط فيها كده كريمه بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله. بعد ما خلصتها حطيت بقى على النص الجناش ده فلوتس، شوكولاته فلوتس، وحطيت عليها سكر دهبي، ادت معانا الشكل الجميل ده. يا رب الطريقه تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. هنعمل بقى مشروب كده حلو على السريع. شايفين ما شاء الله جميل جدا ازاي. تحفه كده، يرطب كده علينا، طعمه جميل. انا عارفه ان الدنيا مش حر عشان يرطب، بس طعمه جميل جدا ومغذي للاولاد. يا رب الطريقه تعجبكم. شايفين ما شاء الله جميل جدا. ندخل بقى على طريقته على طول. هو طريقته بسيطه جدا وسهله. هنا كده في الخلاط هنحط كده بسكوتة اوريو، على حسب بقى الحجم اللي انت الكمية اللي هتعمليها يعني. وواحدة هوز، او لو مش عندك واحدة هوز، انا كنت يوم عاملة كاب كيك شوكولاتة، حطيت واحدة كاب كيك طعمه زي طعم الهوز بالظبط. وحطيت كده كوباية حليب وكوباية ومعلقتين سكر ومعلقتين كبار او 3 ايس كريم شوكولاتة. وعلى فكرة ده مش ايس كريم، ده شوكولاتة، ده اسمه ايه ده، كريم شانتيه شوكولاته، كان عندي في الفريزر. طلعته استخدمته عليه انه ايس كريم عادي خالص، ما فيش مشكله، وطعمه زي طعم الايس كريم بالظبط، ما تفرقوش عن الايس كريم خالص. نضربهم بقى كلهم في الخلاط ونطلعهم بالشكل الجميل ده. شايفين ما شاء الله جميل ازاي. وبنفس بقى يعني احنا هنزينه كده منه فيه على طول. شايفين انا زينت بس الكوبايه كده بجيلو شوكولاته، وزينت برضو الكاب من فوق كده بجيلو شوكولاته، وطلع معانا بالجمال ده كله. يا رب الطريقه تعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك. سلام عليكم.